مرحبا بكم الناس الزينين، ومرحبا بكم عندي هنا في قناة مطبخ أم محمد البسكري. إلى أول مرة يخرج لك هذا الفيديو ما تنسيش ديري جيم لا فيديو، أبوني في القناة وتبارطاجيها مع كامل لي زامين تاعك. أرواحوا البنات، اليوم إلا كنت يعني تعبانة وعاجزة وما كيش عندك يعني في راسك وش حابة طيبي، يعني راني أنا نسهل عليكم الأفكار، ونجيب لكم أفكار سهلة وبسيطة وكامل تقدروا ديروهم. فكرة يعني كيما هذه بسيطة خلاص، يعني العشاء ولا الغدا ولا لليل، يعني ساعات الواحد يجوع ما يلقاش وش ياكل، يعني 5 دقائق رايحة توجديها. وش نحتاجه في الوصفة تاع اليوم؟ عندي هنايا بطاطا كنت قشرتها وقليتها ودرتها قطعتها بتيدي وحطيتها هنا في الطبسي كما راكم تشوفوا. وعندي هنايا نص صدر تاع الدجاج كنت قطعت له راس بصله صغيره ومعها 2 فصوص تاع ثوم، شويه فلفل كحل، شويه ملح، شويه راس الحانوت، شويه المهم توابل، ونزيد عليهم نص صدر تاع الدجاج ونخلطهم مع بعضاهم ونبقى نحرك فيهم حتى يتبلوا مليح ويطيب هذاك الصدر تاعي تاع الدجاج. وعندي هنا فرماج شيدار مع الفرماج جودة خلطتهم مع بعضهم ثاني وحطيتهم بجنب. وصوص بيشاميل هذه البنات كما راكم تشوفوا فيها يعني وصفة ناجحة 100%، من أول مرة تديريها تنجح لك وتجيك روعة روعة، والبنة ما نحكي لكش. راح نحط لكم الوصفة تاعها في صندوق الوصف ثاني، رايحين تلقاوها البنات وجربوها رايحين تستفادوا منها. تجيبي هنا بلان تاعك، حطي شويه تاع صوص بيشاميل هي الاولى باه ما تجيناش الكراتان تاعنا ناشفه. ديما نديرو صوص بيشاميل ولا صوص طوماط من تحت قبل ما نحطو الفريت تاعنا، نحطو شويه يعني من الصلصه اللي رايحين نديروها. بعدها حطيت فوق البيشاميل، حطيت البيشاميل كما قلت لكم. بعدها حطيت فوق البيشاميل الفريت تاعي، ستفتو، وبعد ما ستفتو زدت جبت هذاك الدجاج ولا دانداشي فيونداشي، اي حاجه عندك متوفره تقدر تديريها. انايا هنا راني درت البنات بولي اشي، كنت طيبته تبلته كما حكيت لكم يعني في الفيديو. هنا ما بينت لكمش كل شيء البنات، راني غير نحكي لكم واش درت، يعني ما وريت لكمش كيفاه تبلت. كنت هنايا برا ودخلت يعني روطار، درت الوصفة هذه ليه وقلت يعني نشاركها معاكم، المهم تدو فكرة كيفاه وساي به. يعني كاين البنات كاين اللي يكونوا يخدموا، كاين اللي تكون ولادها يعني كانوا يبكوا يعني جيعانين، مهم ليه نجيب لكم وصفات سهلين تاع ليه تقدروا ثاني ديروهم في ساعة باش ما تتعبوش. بعد ما درت هذاك الدجاج درت فوقه شويه فرماج، ودرت بعد ما درت الفرماج به ما تجينيش تاني ناشفه كيما قلت لكم وتجي شويه تتعلق بالفرماج من داخل. بعدها نزيدها البطاطا اللي قعدت لي، وبعد ما نكب هذيك البطاطا نزيد نجيب صوص بيشاميل تاعي ونزيد نكبها كامل فوق البطاطا تاعي ثاني. نزيد المهم ما نخلي والو البنات في الكاسرول تاعي، نحاول نحي هذيك البطاطا عفوا نحاول نحي هذاك البيشاميل كامل من الكاسرول ونستف البيشاميل تاعي، نحاول كيفاه نمشيها باه تكفيني. انا راني درت غير شويه باسكو ما عنديش كميه كبيره اليوم، درت غير شويه برك ونمشيها كامل. وبعدها راح نجيب الفرماج رابي ونزيد نكبو من فوقه باه يديرلنا هذيك الطبقه الحمراء اللي تجي من فوق. بعدها البنات بعد ما نكمل ندخلو يطيب على 180 درجة الحرارة، ياخذ يعني الشكل الدوري برك ويتحمر من تحت، ونعاود نشعل عليه من فوق ونروحو نوري لكم كيفاه طابت وجات تهبل. وهنايا البنات بعد ما طابت شوفوا كيفاه جات، يعني جات فيها واحد اللون من فوق ما شاء الله. نقسم معاكم امورسو تشوفوها كيفاه من داخل، يعني تجي طبقات تجي بنه. جربوها والله ما تندموا على الوصفه هذه. ووصلنا البنات لاخر الفيديو بعد ما قسمتها، وشوفوا كيفاه تجي محكومه وتجي حاكمه في روحها، يعني روعه. وشوفوا هنا البن ما شاء الله راهي الريحه ماليه الدار. ما تنسوش البنات الى عجبكم الفيديو خليو لي جيم لا فيديو، ابوني في القناه وبارطاجوا الوصفات تاعي مع كامل لي زامين تاعكم، ونقول لكم تهلاو في رواحكم، في الملتقى ان شاء الله في فيديو اخر. سلام.